البورسعيدية نفسي ومن عيني، نفس الناس تفهم بورسعيد ده شعب بطل، شعب محترم، شعب بيآزر اي حد عنده مشكلة. نفسي ومن عيني، نفسنا نعمل اي حاجة للناس. كلنا مصريين، كلنا مصريين، كلنا مصريين، كلنا بنحب مصر، كلنا عايزين مصر للقدام، عايزين مصر للامام، نفسنا ومن عينينا. عامل شبكه كبيره بتخرب في البلد. بس احنا نعالج العرض ولا المرض؟ ماشي، لا احنا لازم النظام يتغير، النظام يتغير. واحنا النهارده رجعنا عن نفسنا وسكتنا، هيتعمل كده بكره في حته ثانيه. جميل، محافظه ثانيه في محمد محمود. بس اولا بورسعيد النهارده لازم براءتها تظهر لكل مواطن في جمهوريه مصر العربيه. بريئه والناس كلها بريئه يا جماعه، بورسعيد بريئه وشعب بورسعيد ناس محترمين وناس كويسين جدا. عشان كده احنا يا جماعه بورسعيد انا اوجه كلامي لاي حد هيشوف الصوره دي. بورسعيد اهلها ناس محترمين وناس كويسين جدا. اللي حصل دي مؤامره من اتباع النظام السابق، بيخربوا في البلد، مش عايزين اي استقرار للبلد. وانا بوجه الكلام للمجلس العسكري، يا جماعه سرعوا في محاكمه اتباع مبارك عشان البلد ترتاح المجلس العسكري ونخلص بالدم. المجلس العسكري دلوقتي متورط زي الداخليه. الامن كان واقف عامل كردونه على الناس البلطجيه وهم بيقتلوا الاطرز الاهلاوي والاطرز المصري ميت منه ناس زي الاطرز الاهلاوي. وبورسعيد بريئه من كل اللي حصل، ودي مؤامره معروفه زي محمد محمود واحداث مجلس الوزراء واللي حصل في القاهره كل يوم. السويس ميت فيها 3 امبارح، الليله اللي فاتت ميت فيها 3. ايه اتغير في البلد؟ المجلس العسكري مسؤول عن كل شهيد وقع في بورسعيد. بورسعيد بريئه من كل اللي حصل، والاطرز النصراوي زعلان على الاهلاويه زي الاهلاويه ما هم زعلانين على اللي ماتوا. كلنا مصريين في الاخر وكلنا اخوات، والمجلس العسكري هيحاكم وهيتسال على كل اللي حصل في بورسعيد ده. الموضوع ليه ابعاد سياسيه، الموضوع مش موضوع ماتش، يعني واضح ان في ناس مغروره كان الهدف زي موقعة الجمل ينقل الصدى المطالب. الناس بدات تتجمع بعد 25 يناير 2011 و2012، الناس بدات توعى ان المجلس العسكري والداخليه لها ابعاد، والهدف ازاحه الفتنه ونشر الفساد. لكن التوحيد ده مش في صالحهم طبعا، فكان لازم ان في قضيه في بورسعيد او اسماعيليه او اي محافظه ثانيه تلم الناس وتصيرها من اول جديد، ويبقى في مجال للكلام، ما يبقاش المطالبه بتسليم السلطه.